تقول عائشة رضي الله عنها: دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه فوضع رأسه في حجري أو على صدري، ثم دخلت عليه فاطمة رضي الله عنها فقربها إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها شيئا فبكت، ثم قربها إليه مرة أخرى فضحكت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا فاطمة، إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين، وما أراه إلا حضر أجلي، يعني إنه هو هيموت. فبكت، ثم قال لها: أما ترضين أن تكوني أول أهل بيتي لحاقا بي؟ ولما قال لها كده ضحكت. وكانت آخر صلاة صلاها الناس خلف أبي بكر رضي الله عنه هي صلاة الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال حيا في ذلك اليوم، يوم الاثنين. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم الستار ونظر إلى الناس وهم يصلون، فتبسم صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر يصلي بالناس فهم أن يتأخر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم الصلاة. فلما طلعت الشمس وأشرقت، تقول عائشة رضي الله عنها: فإذا بجبريل عليه السلام عند الباب، فاستأذن أن يدخل، فقال: السلام عليك يا رسول الله. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال: إن ملك الموت يستأذن أن يدخل عليك. فدخل ملك الموت وقال: السلام عليك يا محمد، إن الله بعثني إليك وآمرني أن أخيرك بين أن تبقى في الدنيا أو أن تلقى الرفيق الأعلى. تقول عائشة: فسمعت يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فقلت: والله لا يختارنا، والله لا يختارنا. تقول عائشة رضي الله عنها: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وأشار بإصبعه إلى السماء وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم سقطت يده وسقط رأسه على صدري. تقول عائشة رضي الله عنها: فعلمت أنه قد مات، فقمت وفتحت الباب وصرخت في المسجد: مات رسول الله، مات رسول الله. فضج الناس بالبكاء وأقبلوا إلى بيته، فدخل عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فكشف عن وجهه وقبله وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا. ثم خرج أبو بكر فوجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن محمدا ما مات، إن محمدا ذهب إلى ربه كما ذهب موسى وسيعود. ومن